اتفرجت على مباراة الاهلي وبورتو. على فكرة دي مش بورتو السخنة اللي الناس بتروح تصيف فيها، لا دي طلعت فرقة برتغالية اسمها بورتو. ما انا قلت لك قبل كده ماليش في الكورة يا عم الحاج. عرفت مين اللي كسب؟ انا ما عرفتش، بس قالوا لي ان الاهلي هو اللي كسب. هم اللي بيقولوا، انا ما اعرفش صح ولا غلط. بس في مشكلة بقى كبيرة جدا، ان انا عرفت ان ميعاد المباراة كانت الساعة 4، مش 4 العصر، 4 الفجر. والفجر عندنا بيأذن كام في مصر؟ 4 و11 دقيقة، مع خلاف التوقيت 4 و5 4 و7 4 و8. المهم ان هو بعد ميعاد بدء المباراة بين الاهلي والفرقه الثانيه. المشكله مش في مين اللي فاز ومين اللي خسر، المشكله فيك انت. هتقول لي عادي يا عم شريف، ايه المشكله لما اتفرج على الماتش وبعد كده لما يخلص ابقى اقوم اصلي الفجر عادي يعني، لحد الظهر عندنا متاح. مين ضحك عليك وقال لك ان الفجر الوقت بتاعه ممتد لحد الظهر؟ حبيب قلبي الفجر الوقت بتاعه ممتد بس لحد شروق الشمس، والشروق زي ما انت شايف قدامك كده الساعه كام؟ 5 و57، يعني حوالي الساعه 6. فبعد شروق الشمس يبقى انت حضرتك كده صليت الفجر قضى. لو انت كنت صاحي متعمد ما تصليش الفجر الا بعد الشروق فانت عليك ذنب كبير جدا. مش معنى كده ان انت ما تصليش، انت لازم تصليه برضو على فكره. وحال الناس وقت الماتش كان 3 حاجات: اما ان انت منفض للكوره وكبر دماغك زي كده، ولا كوره ولا غيره ولا هتاثر فيا حاجه، وهنزل اصلي الفجر زي كل يوم في ميعاده في الصف الاول، واصلي السنه واقول اذكار الصلاه واذكار الصباح، وتيجي بعد كده تحضر معايا البث المباشر اللي بعمله كل يوم في تفسير القران بعد الفجر. فانت كده 100 فل و14. واما بقى ان انت تتفرج على الماتش وتبقى قلبك متعلق بالماتش وسايب الصلاه، وبعد كده كمان ممكن تنام بعد الكوره وتقول انا تعبت خلاص بقى، وقت اما اصحى قبل الظهر بربع ساعه ابقى اصلي. كده الشيطان ضحك عليك وخسرت. واما ان انت فعلا تقوم بس قلبك سايبه مع الكوره وقايم تصلي شويه حركات، يلا بسرعه يلا يا عم الامام خلص بسرعه عاوز الحق اتفرج على الماتش. فساعتها قلبك في وادي وجسمك في وادي، قلبك مش في المسجد وانما قلبك بره المسجد مع الكوره. ساعتها انت اسمك صليت بس صليت من غير خشوع، فما تاخدش الدرجه النهائيه 10 على 10، تاخد 7 على 10، 6 على 10. واحنا عندنا من السبعة الذين يظلهم رب العالمين يوم لا ظل الا ظله رجل قلبه معلق في المساجد. ولو جه ماتش يا عم مش وقت الصلاه عادي مباح انك تتفرج، عشان الناس اللي بتستطفل مع العكره يقول لك ده شريف بيحرم الفرجه على المباراه والكوره. انا قلت كده يا عم الحاج؟ انا قلت كده يا راجل؟ انا بقول لك ان الاصل في الرياضه الاباحه، الا اذا كانت الرياضه دي هتمنعك انك انت تعمل فرض ربنا امرك بيه او واجب ديني، فانت ساعتها مطالب ان انت تقدم هذا الواجب الديني وهذه الفريضه. الحاجه الثانيه ما تكونش الكره دي بتوصلك انك انت تقعد تشتم وتتعصب وتتنرفز، لان ساعتها تبقى كده برضو اصبحت حرام. انت اللي خليتها حرام مش انا على فكره، انك انت اتعصبت وشتمت وقليت ادبك على الفريق الفلاني. العب يا ابني 60 كذا، الواد ضيع ضربه الجزاء وضيع الكورنر، ربنا ياخدك وتقوم شتمه، حرام عليك. تقعد تعيب عليه ودي اسمها غيبه ساعتها، وربنا هيقتص منك يوم القيامه. خلي بالك انت كده على خطر عظيم. فما تخليش الحلال حرام بفعلك. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تقدمش امر فوق امر ربنا ولا امر النبي. ما تصلوا على النبي يا اخوان عليه الصلاه والسلام. عارف الحاجه العجيبه ايه؟ ان ناس تقول لك انا ما بقدرش اقوم اصلي الفجر، ما بقدرش اقوم اقوم الليل. طب ما انت قمت زي الشطوره يا عم الحاج تتفرج على ماتش الساعه 4 الفجر، فانت قادر اهو. مثلا ربنا مستحيل يامرك بحاجه فوق طاقتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لان ربنا يعلم ان انت تقدر تقوم في الوقت ده، وانت قمت اهو عشان الكوره، ففرض عليك الفجر في الوقت ده عشان يختبرك. يا اخي عيب عليك لما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من صلى الصبح في جماعه، اللي هو الفجر يعني في المسجد، كان في ذمه الله، يعني ربنا يحفظك طول اليوم وتضيع بعد ده كله صلاه الفجر عشان خاطر حته كوره رايحه جايه. انزل صلي يا عم الحاج واخشع في الصلاه كده وركز في صلاه الفجر عشان تاخد الاجر العظيم ده، ولما اذا كان في وقت ارجع تاني اتفرج مفيش مشكله. خد تعالى انا عايزك تشاور بقى الكلمتين دول عشان لما حد يسمعهم فيجي الماتش الجاي ان شاء الله يبقى عامل حسابه ما يضيعش الصلاه ويكون ده في ميزان حسناتك. فالدل على الخير كفاعله. واوعى تنسى تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.